اهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى جواز تحت شعار هنتفرج على ايه في رمضان. مراحل ان احنا نتفرج على حاجه بتبدا بروح النقد الفني، وان كل واحد فينا شاف الاعلام بطريقته وابتدى يتوقع ويتكهن بنوع العمل الفني ده هينجح ولا لا. تاني حاجه، مفيش حاجه اسمها الدنيا اذواق خالص، وانا بالنسبه لي طالما المسلسل بتاعي، معلش انا طالما ابتديت اتفرج عليه فهو اسمه المسلسل بتاعي، ما عجبكش او بالنسبه لك حاجه سنجه فخلاص علاقه بتتقطع، كل اللي بينا بينتهي. يعني انا هحكي لمين، احرق الحلقات لمين، والافيهات من اللي بنتفرج عليه لمين. تالت حاجة، روح المشاركة. لو حضرتك ناوي تشاركني المسلسل بتاعي هتمشي على اسلوبي، يعني هنتفرج في المواعيد اللي انا فاضية فيها، ما ينفعش تسبقني بحلقة، ده مسلسل بتاعي، انت مجنون. هكون انا قائمة على اوقات العرض والتفرج والتريقة على هذا المسلسل. اخر مرحلة خالص وهي مرحلة ان انا اقنعك بيه، بتبدا ان انا ممكن اتحايل عليك شويه، بعدين اشغله بالصدفه قال يعني مش واخدين بالنا وعلي الصوت فيتحرق لك حاجه ففضولك يموتك تكمل، ابعت ميمز عن المسلسل فانت مش فاهمها فتبتدي تسال فاحرق لك فتتفرج. بس انا هفضل اعيش ادافع عن المسلسل ولا كاني واخده نسبه. فكره حتى لو سمك في النص هكمل، انا في حاجات سمجه ببقى فضولي هيموتني اعرف السماجه واصله لفين. اساس الفرجه في رمضان هي المشاركه عن المسلسل نفسه، والريموت اللي ضاع ده على فكره انا اللي مخبيه عشان مش هنتفرج غير على اللي انا بتفرج عليه.